بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن دالتين مهمين جدا، وهي دالة سمول ودالة لارج، وازاي هما بيقوموا بدور مينيمم وميكسيمم، وكمان بيدوك استخدام تاني اكتر من الدالتين بتوع مينيمم وميكسيمم. لو جينا هنا مثلا، لو عندك في المثال دوت، لو عندي مجموعة من أسامي و دي أرقام مبيعات أو مرتبات أيا كان، فأنا محتاج إن أنا أجيب أصغر قيمة في الجدول دوت. فبختار المعادلة بتاعت مينيمم، فبقول بيساوي مينيمم وبفتح القوس وبعلم على الجدول بتاعي كده وبقفل القوس واقول انتر. طيب هنا اداني اصغر قيمة هنا 500 جنيه. طب سمول بقى لو جيت استخدمتها، طب مينيمم ممكن اجيب طب اللي بعد 500 او التاني اصغر واحد او تالت اصغر واحد، دي المعلومة او دي الحاجة اللي بتقدر تدهاني سمول. فسمول انا ممكن استخدمها ك زي مينيمم. لو قلت بيساوي سمول وفتحت القوس هيقول لي الاري بتاعك، بقول له اهو. لو قال لي انا عايز اصغر حاجة او اصغر واحد، بدوس اوكي فادالي ال 500 جنيه. طب لو حبيت اجيب تاني اصغر حاجة او تاني اصغر حاجة، فبعلم على الواحد ده وبخليها 2 وبدوس انتر، طلع لي اصغر حاجة بعد ال 500 ال 600. طب لو حبيت اخليها تالت حاجة او تالت اصغر حاجة، خلي دي 3، هيقول لي 1800 بعدين. دي الخاصية اللي بتداني سمول، اللي ممكن استخدمها واستغني عن دالة مينيمم. فده اللي بيديني ممكن استخدمها بحيث ان هي تغنيني عن استخدام مينيمم. نفس الكلام على ميكسيمم واللارج. ميكسيمم بتديني اعلى قيمة، فانا لو جيت هنا قلت بيساوي ميكسيمم وعملت الاري بتاعي وهقفل القوس، اداني اكبر قيمة هنا ال 8000. لو جيت استخدمت معدل لارج، هقول الاري بتاعي وهدوس واحد اللي هو اول قيمة يعني، او اول اكبر قيمة 8000. طب لو تاني اكبر قيمة هخلي دي 2 بقى 7000، خلي دي 3 ال 3000. ده باختصار موضوع حلقتنا النهارده، اللي هو ازاي تستخدم سمول ولارج مكان دالة مينيمم وميكسيمم، لانها بتديك اكتر من اختيار، او بتديك نتائج متعددة مش نتيجة واحدة. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.